خرج علينا أسامة حمدان النهارده بفيديو غريب ورد غريب على المذيعة في قناة الجزيرة. اسمعوا كده الفيديو الحتة بس الصغيرة دي ونرجع نكمل الفيديو. أتمنى بس نعمل شير عشان الفيديو ده مهم يوصل للناس كلها، نوضح الحقيقة بتاعت حماس للناس. طيب خلي المساعدات تدخل، ستقصفها إسرائيل فلتقصفها إسرائيل. كم ستفعل إسرائيل؟ في 22,000 شاحنة تقف وراء المعبر لتدخل. فلتقصفها إسرائيل. ايه بقى الكلام ده يا عم أسامة؟ انت بتتكلم عن شحنات مساعدات رايحة لغزة جواها اكل ودواء لاهالينا اللي بيموتوا من الجوع والحصار، ده المفروض. وفي نفس الوقت بقى راكبها الاف السواقين المصريين اللي سايبين بيوتهم واهاليهم عشان يوصلوا الخير لاهالينا جوه. تيجي انت كده بكل بساطة وتقول فلتقصفها اسرائيل؟ انت مدرك ان الكلمة دي معناها انك بتستهين بحياة مصريين؟ مدرك ان انت كده بتلعب بالنار وبتحاول تجر مصر المعركة دمها هيكون فيها غالي قوي علينا؟ مصر عمرها ما بتسيب حق اولادها يا حبيبي، ومش زيكم يعني. واللي بيفتكر غير كده يبقى مش فاهم في التاريخ. احنا اللي حاربنا وانتصرنا، واحنا اللي دمنا مش رخيص، واي نقطة دم مصرية غالية عندنا كلنا. انت عارف اصلا في الاساس ان اي حد هيضرب المساعدات دي مش هيوقفنا عن دعم اخواتنا في غزة، لكن عارف برضو ان رد مصر مش هيكون بالكلام وانك بتحاول تدفع الجيش المصري لمواجهة مباشرة. فانت كده انت يعني بتوضح لنا بزيادة ان انتوا بتخدموا مخطط الكيان المشبوه، بدل ما تحافظ على ارواح الناس وتتمسك باي خطه تنقذ اهل غزه بتدي تصريح يشعل الدنيا اكتر. تصريح يخدم مين؟ ما بيخدمش حد غير الكيان، اكيد مش هيخدم الشعب الفلسطيني يعني ولا الشعب المصري. الرساله ليك ولكل واحد بيفكر بنفس الطريقه. مصر بتدعم غزه بكل قوتها، لكن مش هتسمح لاي حد ولا اي ميليشيا ولا اي تنظيم انه يستخدم دم ولادها كورقه ضغط او اداه في لعبته السياسيه. احنا اسفين ليك يعني، انت استخدمت شعبك بما فيه الكفايه، والله يعينهم عليكم بصراحه يعني. لكن مصر خط احمر.